إخلاء سبيل محمد علي الزيات من سرايا النيابة. أنا عارفة إن الخبر ده يمكن فجع أغلبية الرأي العام. طب هل إحنا ضد الخبر ده علشان مثلا طار شخصي؟ أكيد لأ. إحنا ضد الخبر ده عشان أسس الجريمة ما تستحملش الوضع ده، عشان بعد كده ما نلاقيش ونستغرب إن كل أب يخلي ابنه يرتكب جريمة ويتحاسب بداله عشان هما تحت السن. عشان كده من البداية قلنا ان لازم الطفل ده يحصل له حالة استثناء وما يتعادل او ما يتعاقبش معاقبة الاطفال، قانون الطفل. الخبر وانتشر، طب ايه اساسه؟ مش عارفين لسه، والتفاصيل دي اللي هنعرفها في الحلقة. ايه الوضع الحالي برضو ده اللي هنعرفه في الحلقة. الخبر ده انا عارفة قد ايه مؤذي، وقد ايه احنا دلوقتي في موقف صعب جدا، مش عشان احنا مثلا كرهانين الشخص، عشان في حق طفل لازم يرجع. احمد محمد سعد طفل مصري اتهتك عرضه، اتقتل، اتمثل بجثته، لا نعلم شيء حتى الان عن اعضائه. حصل كل ده في طفل استغلوا جوعه وفقره، ضحكوا عليه، احنا جايبين لك هديه، وفي الاخر اسمع ان كل الحكايه دي هتخلص على قانون الطفل ومعاقبته تحت بند الطفوله. هل ده مش شيء يحزن؟ هل بعد كده هنلاقي كام جريمه تتحول الى او تتحاسب بقانون الطفل؟ للاسف انا عارفه الموقف صعب، وعارفه قد ايه ان الشيء ده حاجه تحزن وتقهر البني ادم على حق الطفل اللي احنا مش عارفه دلوقتي حقه هيجي من مين بالظبط. من اللي عنده 15 سنه اللي هيتحاسب برضو بموجب قانون الطفل ب 15 سنه؟ ده اللي عايزين نعرفه في الحلقه بتاعتنا. واهلا بيكم على قناه العيافه في حلقه جديده من قضايا الراي العام، وبالاخص قضيه احمد محمد سعد طفل شبرا الخيمه. اتمنى منكم تترحموا عليه. فجاه الخبر انتشر، الناس داخله تكتب لي والكل المنصات بتتكلم: تم اخلاء سبيل محمد علي الزيات. نصحح المعلومه، هو ما تمش اخلاء سبيل، ما تمش اخلاء سبيل، هو لسه هيتم اخلاء سبيل. طب الكلام ده قانوني؟ احد الان اقول لكم لا. طلع بيه ورق؟ اقول لكم لا. طلع بيه تصريحات قانونيه؟ لا. في محامين طلعت اتكلمت؟ لا. الخبر ده متسرب. طب ايه نسبه صحته؟ هقول لكم نص نص. طيب، في ناس بتقول ان لو حصل كده مش هيبقى فيه امان ومش هي الحكايه يا جماعه مش في الجريمه دي بالذات. احنا مش بنتكلم على الجريمه دي، احنا بنتكلم على مبدا معاقبه الاطفال او مبدا قانون الطفل اصلا ذات نفسه. بعد كده هنلاقيها بقت موضه، الاب يسلط ابنه انه يروح يرتكب واقعه او جريمه ويقولك ده هو اللي عملها. وللاسف اللي اكبر ان علي الدين لحد الان مصمم على اعترافاته ان هو اللي ارتكب كل الوقائع دي لوحده، وان مفيش شريك معاه، وان والده لم يعلم شيء عن هذا الجريمه. مصمم، عنده اصرار فظيع في الموضوع ده. طيب بالنسبه لدماغكم هتروح لبعيد وتقولوا طب ما يمكن هو وباباه محبوسين وبيقعدوا تناقشوا مع بعض واقنعوا ان هو يعمل كده. احب اقول لكم ان كل واحد فيهم في اوضه، فهم ما قعدوش مع بعض. لو حصلت الخطه زي دي، يا اما هي حصلت مسبقا، مثلا قبل ما يقعوا في الواقعه دي كان مفطم ابنه انت هتعمل ايه لو وقعنا في اي وقت. حصلت مثلا اول ما جم مصر، في الطريق، في اي شيء، بس حاليا في الوقت الحالي فهم كل واحد في اوضه من ساعه ما اتمسكوا. فاستحالت ان هو دلوقتي يقول له قول كذا 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 كذا. طيب، او احتمال، طبعا ده وارد، يعني هل حد هيسأل السؤال ده؟ احتمال. هل الطفل عنده قوة لدرجة ان هو يستحمل كل الضغط النفسي ده عشان ما يعترفش على والده؟ هقول لكم ببساطة اللي يخليه يستحمل كم الجرائم البشعة دي وهو بيتفرج عليها فيديو كول يخليه يستحمل اي شيء. ما تنسوش ان الولد ده، هقولها لكم تاني، الولد فائق الذكاء، عنده قوة استحمال رهيبة،
ما اعتقدش ان هو يعني بيتضرب جوه. ما هو محدش هيبقى جسما ضخما وكبير في السن، حتى الولد ده لو ارتكب جرائم ايه وهيفكر يمد ايده على عيل. ده بصراحة كده، احنا من نظرنا كرأي عام فهو مجرم، قاتل، سفاح، كل شيء. انما موجب القانون فهم بالنسبة لهم طفل ما بصوا كان ارتكب. نيجي للجزئية الأهم، الناس كلها بتتكلم عليها، إن الولد هيتحكم عليه ب60 سنة. حلقة فاتت أنا كنت سايبه لكم مفاجأة في الآخر، بس سوري حصل غلط في المونتاج الحلقة، فالموضوع ما طلعش أو ما اتقالش يعني. كلام وطلع من كذا محامي إن الولد لغاية دلوقتي في التحقيقات بيدوروا له، بيجمعوا له كل القضايا والجرائم اللي هو ارتكبها عشان في المحكمة يتحاسب على كل جريمة لوحدها. يعني مثلا هياخد في كل واحدة 15 او واحدة 10 واحدة 15. طيب في قانون الطفل وللأسف بيمنع حاجتين عشان تخلوا عندكم علم، بيمنع الإعدام ويمنع المؤبد. فلو على كلامكم هيتحاسب في كل قضية 15 سنة، ده هيعدي 60 سنة كحكم، وده استحالة، ده غلط. المؤبد عندنا فهو 25 سنة، تمام كده. فلما يجي طفل يتحكم عليه في 60 سنة دي مصيبة، لان في قانون يمنع ان اي طفل يتحكم عليه بالمؤبد. فانا برضو للاسف هحزنكم اكتر واقول لكم مفيش الكلام اللي انتوا بتسمعوه ده. الطفل ممكن يتحكم عليه ب15 سنة، تمام، وممكن كمان بعد فترة يطلع قبل 15، للاسف يعني ده اللي ممكن يحصل. عشان كده بقول لكم احنا في وضع خطر ما يستحملش فيه الاشاعات، ما نستحملش فيه التهريج والهزار. حضراتكم لو واخدين القضية دي بجد، مش كل شوية هنلاقي حد مهرج طالع يرمي اشاعة، لان ده بالنسبة لي تهريج. احنا هنا بنتكلم على جيل كامل، بنتكلم على قضية فقر وجوع كل يوم بنقابلها، ما بقتش اول قضية من نوعها. النيابة بتكتشف قواضي اخرى بنفس البشاعة، ده هيكون في حلقة مفصلة على الكلام ده. شوية بقى المهرجين، احنا اتكلمنا على الموضوع ده في حلقة سابقة وقلنا ان في ناس طالعة بتقول ان الاب عنده سكر وممنوع يخش له الدواء، وطلعنا ردينا قلنا كإنسانية ملهوش دعوة بالجرم اللي ابنه عمله، فالدواء ملوش علاقة، لان هو لازم يتعاقب بالقانون عشان ما نبقاش في غابة. طيب انتوا نعتذر لان دي كذبة، تمام، تأكدنا من اللي هو بيخش له العلاج بتاعه كامل وبيعتنوا بيه في الموضوع ده، بيخش له اكله كل شيء. الغرض من الكذبة دي البلبلة والتعاطف مع والد علي الدين. لما لقوا ان اللجان الالكترونية ما جابتش همها واتهاجمت واتشتمت، فقرروا يقلبونا على ضفة تانية. ضفة ايه؟ التعاطف المرضي. يا حرام والد علي الدين عنده السكر، يا حبيبي ده اغلبية الشعب المصري عنده السكر والضغط، احنا هنهزر؟ هنهرج احنا؟ ده طفل قد كده بيبقى عنده 12 سنة عنده السكر، فدي حاجة ممكن ما نتعاطفش عليها يعني عادي. فيا ريت بلاش التعاطف الكذاب، بلاش الاخبار والاشاعات الكاذبة. القضية ما تستحملش يا جماعة. ولما تلاقوا حد بيفكر يقدم في محتواه ويقول لكم معلومات كاذبة عن القضية، اعملوا عليه بلوك. حاولوا تتدقوا المعلومة كويس بجد، لان القضية دي مش مستاهلة ان احنا نقول فيها اشاعات. القضية دي كارثة، قنبلة موجودة في اي وقت. تعرفوا ان القضية دي اشد خطورة من حرب عالمية. القضية دي قضية جيل ومستقبل، قضية فقر وجوع، قضية بلدان. احمد محمد سعد مش اول طفل ولا اخر طفل، بس لا يعني شاءت الظروف وربنا اراد ان قضيته هي بالذات تتعرف عشان تفتح قواضي فساد. اتمنى ان احنا ناخذها بعين الاعتبار. اتمنى ان احنا ما نعملش شبه النعامه اللي بتدفن راسها في الرمل ولا انها تفضح نفسها. ابحثوا ورا المستشفيات اللي بتعمل فيها عمليات زي دي، ابحثوا ورا الدكاتره
اللي بتبقى قاسمة اليمين على احترام المهنة وشرف المهنة وبتوافق بحاجة زي دي. القضية مش قضية أحمد محمد سعد، القضية قضية جيل كامل، قضية فساد، قضية درك أسفل كله أبلسة وشياطين. شكرا ليكم، أتمنى كنت طولت عليكم، واستنوني في حلقة تانية على قناة العرف.